وقفة ومحتجون، شعارات وهتافات في شارع جمال كالعادة وسط مدينة تعز. هذه المرة ليست لإسقاط طاغية أو رحيل فاسد، بل لإطلاق الراتب الذي يصفونه الكثير بشريان حياة معظم أسر موظفي الدولة مدنيين وعسكريين. المحتجون حملوا ميليشيا صالح والحوثي مسؤولية الوضع المعيشي المتأزم الذي آلت إليه البلاد لانقلابهم على كل شيء، حتى البنك المركزي نهبوه لصالح مجهودهم الحربي. وطالبوا أيضا الدولة باعتبارها الشرعية بالإيفاء بوعودها بصرف الرواتب بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. الراتب خط أحمر والرزق الوحيد الذي قدر لهم، يقول المحتجون، ويقول مثل قديم: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.